السلام عليكم. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وسعادة. ان شاء الله رايحين نحضره مع بعض طبق الفول الجميل اللي قدام حضراتكم ده. الطبق ده انا مدمساه قبل الاكل بنص ساعة. يعني ان شاء الله كده تدميس الفول بطريقة سهلة وبسيطة. لو قبل السحور او قبل الفطار بنص ساعة رايحة تدمسي الفول ورايحة تحضري احسن طبق بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. يلا كده نبتدوا مع بعض. معايا الحلة هنزل فيها بأقل من نص كيلو فول مدشوش أنا غسلته وبلاه من بالليل للصبح. بعد كده هنزل عليه بطماطمية كبيرة كده مقشراها وبشراها. كمان هنزل عليه بجزراية مبشورة. معايا هنا في حدود 3 معالق عدس بجبة و3 معالق عدس أصفر. أنا العدس أبو جبة نقيته وبلاه من بالليل مع الفول. والعدس الأصفر نقيته كده وغسلته وضفته للفول. يعني طماطمايه جزرايه معلقتين 3 عدس بجبة ومعلقتين 3 عدس أصفر. ضفت كمان نص معلقة من البابريكا ونص معلقة من الكركم. رايحة أقلب بقى كل المقادير دي مع بعضيها وهنزل بقى في حدود كده لتر من المية السخنة بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. رايحة أقلب كل المقادير دي مع بعضيها كده ورايحة أرفعه على النار. أخد مني 30 دقيقة بالظبط. 30 دقيقة وبتلاقيه استوى وبقى جميل بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. بعد ما استوي بالشكل اللي قدام حضراتكم ده لا قشرة تتعب المعدة ولا لون غامق ولا حاجة. شايفين اللون وجماله. بعد كده بقى اضربيه بالهاند بلندر في الحلة زي ما هو. ما عندكيش هاند بلندر اضربيه في شفشق الخلاط بعد ما يهدى حبة كده وما تفرمهوش كتير. يعني اضربيه نص ضربة. بعد كده بقى هبدأ اضيف له الاضافات اللي انت حابة بقى تضيفيها. مادام فول يبقى كمون. هنزل بنص معلقة كده من الكمون. بعد كده هنزل بالملح. طبعا ملحي على حسب الكمية الموجودة وعلى حسب الطبق المتواجد عندك. كمان هنزل بمعلقتين 3 من الطحينة بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. بعد كده هنزل بعصير نص ليمونة وهنزل بمعلقتين 3 من الزيت بالشكل ده. بعد كده رايحة أقلب بقى الفول الجميل بتاعنا ده. بسم الله ما شاء الله على ريحته وعلى طعمه حاجة كده تستاهل بقكم. بعد كده بقى هبدأ أضيف له حاجة كده على الوش. يعني إيه تفتح النفس بقى كده. ضفت حبة كده من الكمون رشة صغيرة. معلقتين كده من الطحينة. خيط كده من الزيت مع عصير كده ليمونة. في الآخر بقى يضيفي فلفل متقطع كده فلفل أخضر أو بصل أخضر متقطع. حبيت بقى أكسر اللون بطماطمية كده عشان تدينا الشكل الجميل ده. حبايبي وده كان طبق الفول بتاعنا. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك. وسلام عليكم.